في أسئلة بتجيلي على الصفحة أو من بعض الناس اللي بيتمرنوا معانا، سواء كان هنا في بولندا أو من إخواتنا في الوطن العربي. فأنا حابب إن أنا أشير بعض الأسئلة اللي طبعا ينفع يتقال منها للاستفادة للكل. طيب، عندنا مثلا سؤال بيقول: لو همشي كل يوم ساعة أحسن ولا لازم أروح الجيم؟ لا، أنت لو هتقدر اللي أنت تمشي في اليوم ساعة، لو هتقدر تمشي في اليوم نص ساعة، أحسن من ما فيش. تمام؟ فالمشي مفيد. لو قدرت اللي أنت تروح الجيم خير وبركة، ما قدرتش المشي ممتاز، امشي ساعة وتوكل على الله. تمام. في سؤال تاني بيقول: حد ممكن يخس دايت بس من غير رياضة؟ طبعا ممكن تخس، تعمل نظام غذائي صح هتخس، بس الرياضة بتزود معدل الحرق بتاعك عشان تستفيد اكتر، وكمان بتشد الجسم بتاعك، يعني بتشد جسمك، زائد النظام الغذائي لوحده هينزل، بس مش هينزل زي ما يكون بتلعب رياضة زائد النظام الغذائي بتاعك. تمام. في فرق بين المية العادية ومية بليمون ومية بليمون في زيادة الحرق؟ رأيي الشخصي لا، المية مفيدة. تقول لي بقى مية بليمون، مية بزنجبيل، مية بالكلام ده، طبعا دول برضو الزنجبيل والليمون مفيدين، بس هي نظام غذائي ورياضة هتوصل للهدف اللي انت عايزه في جسمك. غير كده ولا تقول لي كبسولة ولا الماجيك مش عارف ايه اللي انت تاخده بعد شهر هتخس. بالفعل هتخس، بس للأسف وعن تجربة برضو ليا، للأسف هترجع تاني اللي انت زدتهم بعد كده. تمام. لكن لو بالرياضة هتبص هتلاقي نفسك مواظب على الوزن بتاعك، حتى لو لخبطت في فترة من الفترات، يوم ما ترجع العضلة هترجع معاك تاني. تمام. سؤال تاني: نازل الجيم أول يوم آكل قبل التمرين ولا بعد التمرين؟ تمام. قبل التمرين بساعتين، لو خدت لك وجبة فيها كارب كتير، فيها بروتين، مفيدة جدا. تمام. بحيث ان انت هتفيدك وانت بتتمرن. تمام. هتديك باور وهتديك طاقة، بس الكارب بيبقى عالي شوية فيها. بعد التمرين في اللي هي الوجبة بتبقى غنية برضو بعد التمرين، مثلا بحسبة نص ساعة او ساعة، الوجبة ديت بتبقى مفيدة بيبقى لازم يكون غنية بالبروتين فيها. تمام. طيب، سؤال تاني: ايه الافضل، نزول وزن ولا مقاسات؟ نزول وزن ولا مقاسات؟ تمام. قولا واحدا، مقاسات. صح، مقاسات. الوزن لا، انت ممكن تكون بتكتسب كتلة عضلية، تمام، لكن على الميزان بتلاقي نفسك اللي انت زايد 81 كيلو، بيلاقي نفسه بعد شهر بقى 81 كيلو. تمام. بس هو مقاساته اتغيرت، المقاسات بتاعه، مقاسات وسطه، مقاسات رجليه، مقاسات الارداف، مقاسات الكلام ده كله اتغيرت، يبقى هو استفاد كتلة عضلية. تمام. يبقى خليك على المقاسات كل فترة، مش كل يوم، كل فترة، كل شهر قيس المقاسات بتاعت جسمك. ليه انا بقول كل شهر؟ للناس طبعا اللي لسه بادئه، عشان خاطر في البدايه النزول بيبقى قليل، فعشان ما تحبطش او ما تيأس، فكل شهر لما بتلاقي اللي انت نزلت بتفرح. لكن لو انت هتقيس كل يوم ولا كل يومين، هتبص تلاقي نفس هي فهتحبط شويه. لا، فانا مش عايز ديت للناس المبتدئه، وبكرر للناس المبتدئه، لا، انت خليك قيس كل شهر. لو نزلت مقاسات افضل بكتير من اللي انت تنزل على الميزان. ممكن الميزان تكون شارب كوبايه ميه، الكلام دوت، هتبص تلاقي ايه كله ده على الميزان. تمام. السؤال طبعا دوت طبعا كلنا عاملينه، كلنا بدون استثناء:
لو عكيت في وجبة اعمل ايه عشان ما اتخنش؟ طيب احنا لازم نكون متفقين برضو في حاجة، لازم نكون متفقين، احنا هنبقى على طول متفقين. انت لو عكيت في وجبة، يعني مثلا عندك النهاردة عيد ميلاد حد من الأسرة، تمام، وكلت بقى حلويات على رحته بقى اكلته بره ومش عارف الكلام ده كله، وجبة ولا هتزودك ولا هتنزلك، وجبة بس اهم حاجة بعد الوجبة ايه. يعني انا النهاردة مثلا عندي العزومة دي، تمام، خدت كالوريز عالية، سعرات حرارية عالية، اجي بعد كده بقية اليوم انا مثلا سعراتي في اليوم 2000 سعر حراري، انا في وجبة واحدة خلصت ال 2500 سعر حراري. شفت انا جبت لك ازاي؟ 2500 سعر حراري. اروح انا اجي تاني يوم اقلل من السعرات بتاعتي، بدل ما باخد 2000 لا اخد 1800، تمام. يبقى كده ظبط. خليها نظام حياة، لايف ستايل، ما تخليهاش اللي انت ايه، انا محبوس، انا عايز اللي انا بس مجرد انا مش عارف، انا عايز اكل بس لا، خليها نظام لايف ستايل، تمام. انا نظامي ايه؟ انا بحس بجسمي، انا عايز ايه، انا النهارده عايز اتفسح وعايز اخرج مع اولادي واسرتي، مفيش اي مشكله، اخرج وتفسح وكل وانبسط. انت مش معقوله يعني هتطلع مع اسرتك، انت اللي هتاكل، هم هياكلوا وانت هتتفرج عليهم، تمام. لكن احسبها تاني يوم هتعمل ايه، او اليوم اللي بعديه، او في نفس اليوم لو في مساحه في الوقت يعني، تمام. بكسل انزل الجيم الايام دي، ازاي احفز نفسي؟ طيب انت بتكسل وانا بكسل وكلنا بنكسل، تمام. لكن انت لو حطيت او حاطط هدف في دماغك، الهدف اللي في دماغك ده اللي انا عايز اوصل، اللي انا لما يبقى عندي 60 سنة 70 سنة 80 سنة 90 سنة لو ربنا اعطاني عمر، افضل واقف على رجلي. شفت الهدف ده؟ شفت الهدف ده؟ عايز اللي انا اعرف اللي انا لما امشي ما اتعبش. شفت الهدف ده؟ في اغلى من الهدف ده؟ ما اعتقدش. انا اللي بشوفه هنا في اوروبا، تلاقي الواحد عنده 90 سنة وبيركب عجلة وبيمشي وبيجري، وما تقوليش اصل هم متعودين على كده. طب واحنا ما تعودناش ليه؟ ما احنا نتعود. ما تعودناش، احنا نعلم عيالنا ونكمل. احنا عندك 40 عندك 50 عندك 60 عندك 70 عندك السن اللي عندك، طول ما انت بتتنفس وقادر تقف على رجليك، اتحرك اتحرك اتحرك، ما تيأس. احنا شعب ما بنيأس. على ما اعتقد الرسالة وصلت، صح؟ في هدف. هدفك ايه؟ انا هدفي كذا. واحد مثلا نقولها بطريقة تاني، في واحد هدفه اللي هو عايز يجيب في ثانوية عامة مجموع كبير عشان خاطر يبقى دكتور، واحد تاني عايز يبقى مهندس، واحد تاني عايز يبقى ضابط، واحد تاني عايز يبقى رجل اعمال. كل واحد عايز ايه؟ يبقى حاجة. كل دول المفروض يبقى هدفهم قبليها اللي هو يعيش بصحة كويسة، اللي هو لما يبقى دكتور وعنده 50 60 سنة ما يعرف يمشي ويتحرك، لما يبقى مهندس وعنده 70 سنة 80 سنة يعرف اللي هو يتحرك. ليه احنا عاملين 60 سنة خلاص اضربوني بالنار انا طلعت على المعاش انا قاعد كده ليه؟ انا ما شايفهاش والله. انا شايف الناس بعد 60 سنة بتطلع بتتحرك. بيشوفوا بيقول لك الفترة اللي هم اشتغلوا فيها في الحكومة او في المجال اللي هو قبل المعاش، اللي هو قبل 60 سنة، ده كان اللي احنا اشتغلنا. بعد ال60 سنة انا عايز اتعرف على الطبيعة، عايز اتفسح، عايز اروح اسافر هنا واروح اسافر هنا واروح اسافر هنا. هم نظرتهم صح في دي واحنا مهملين في دي، وما ينفعش. ما ينفعش. علم ابنك، علم بنتك. انت لما يشوفيكوا قدوة وانت كبيرة عندك 30 40 50 60 70 سنة، انا بتكلم كبيرة اللي هو يعني اكبر من طفل مثلا عنده 10 سنين، ساعتها هيقول لك ايه؟ لا انا شايف بابا بيعمل كذا هعمل زيه، انا شايف ماما بتعمل كذا هعمل زيها.
لو شافت ماما قاعده في البيت البنت هتطلع زيها. لو شاف بابا بيجي ياكل وينام على طول هيعمل زيه. احنا كده. فده مهم جدا. احط هدف قدامك لما بتكسل تنزل الجيم. حط هدف قدامك، والهدف الاعظم مش اللي انت تبني كتله عضليه، لا، الهدف الاعظم اللي انت تعيش صحي. مش هقول لك كمان اللي انت تعيش بجرامي، لا، تعيش صحي وانت عندك 60 70 80 سنه. صح. ايه الافضل؟ معانا سؤال بيقول ايه الافضل، الرز ولا البطاطس؟ في بعض بلاد عربيه بيقولوا عليها البطاطا. ولا المكرونه؟ تمام. طيب بصوا، لو في مثلا انا عايز اخد الكارب بتاعي، انا عن نفسي بحبذ الاول البطاطس او البطاطا، بعد كده الرز، بعد كده المكرونه. زي بالظبط لما باخد سكريات. طبعا انا بتكلم على الانسان الصحي اللي هو مفيش اي امراض عنده، تمام. انا بتكلم على الانسان اللي هو ما عندوش سكر، ما عندوش ضغط، ما عندوش، عشان دي حاجات تاني بيبقى ليها ايه مقاييس تانية يعني في البرنامج الغذائي اللي احنا بنعمله. مثلا في السكريات انا بحبذ الاول اللي هو عسل النحل، بعديه السكر البني، بعديه خالص اللي هو انا ما بحبذوش خالص يعني خالص اطلاقا، بس اذا لم يوجد السكر الابيض. تمام. بس احنا بنبدا بايه؟ بالعسل النحل. زي ما هنا انت عايز مصدر كارب كويس، لا، انا هاخد البطاطس في المقام الاول، بعد كده الرز، بعد كده المكرونه. كل حاجه طبعا بيبقى ليها المقياس بتاعها. في سؤال تاني برضو، احنا بنقول اسئله كده على السريع عشان ايه، وبرضو اجابات مختصره للناس اللي بادئين. برضو بكرر عشان مفيش حد يجي يقول لي لا انا ليا 10 20 سنه. انت ليك برنامج تاني خالص، انت بتتمرن ليك 10 20 سنه، انا عامل لك برنامج تاني خالص. لكن انا بتكلم دلوقتي على واحد لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم انا ناوي بكره انزل الجيم، او انا لسه نازل الجيم من يوم او 2 أو 3. تمام. سؤال بيقول لك العب الصدر مع التراي ولا مع الباي؟ انت راجل نازل دلوقتي لسه الجيم لسه مبتدئ، هتلعب مثلا، العادة مثلا اللي انت بتلعب صدر لقدام، صدر ومعاه التراي، ظهر ومعاه الباي. طب هتقول لي ليه؟ انا في يوم الصدر اللي انا بشتغل فيه انا بشغل معايا عضله الباي بوش، تمام. فبشغل معاها الباي. حتى احنا لو جينا دلوقتي وانا بعمل دلوقتي كده، تمام، انا بلاقي الباي هي اللي شغاله مش التراي، تمام. طب لما باجي العب اي تمرين صدر بلاقي ايه اللي شغال معايا؟ التراي مش الباي. يبقى كده في يوم الصدر الباي معاك شغاله. فانا ايه عشان خاطر ما هلكهاش اكتر بشغل التراي. وبالنسبه للصدر بطلع معاه ايه؟ بالنسبه للظهر بطلع معاه الباي. ده في المختصر المفيد السريع، تمام. لكن في برامج لا، انا ممكن احط لك فيها صدر مع الباي. واحد هيلعب مثلا دلوقتي، مش هيلعب تمرينين مثلا صدر، تمرينين مختلفين صدر، هو ما اهلكش عضله الباي معاه، تمام. انا ممكن اديله الباي، تمام. كل واحد وليه الجدول بتاعه، ما تبصش لغيرك، كل واحد وماشي بالنظام بتاعه بالجدول بتاعه، تمام. فما فيش في الاول العب مثلا، ممكن العب صدر مع التراي، والصدر مع التراي، والباي مع الظهر، تمام. ماشي. سؤال تاني، ايه الفرق بين واحد عايز يروح الجيم عشان يتخن وبين حد تاني بيروح الجيم عشان خاطر يخس؟ ده كويس وده كويس. انت رفيع تروح الجيم، انت تخين تروح الجيم، انت بين البنين تروح الجيم، تمام. اللي يفرق معاك في ده في النظام الغذائي بتاعك، ده بتزود فيه ايه،
ده بتقلل منه كرب، بتزود ده بتزود منه كرب، ده بتحط فيه دهون، ده بتزيد منه دهون. طبعا اي برنامج صحي برضه بيبقى بيتحط فيه دهون، بس دهون صحيه مش الدهون المصنعه. تمام؟ دهون الصحيه. يعني احنا لما بنيجي نعمل اي برنامج غذائي لازم بنشوف الشخص ده ايه، عنده دهون قد ايه، ليه مجال قد ايه في الرياضه، حاجات كتيره. بنقيس بعد كده النظام اللي هو الكويس ليه ايه. السؤال بيقول افضل جهاز في الجيم يحرق سعرات حراريه اعلى في وقت اقل. تمام. احسن جهاز في الجيم انت عندك ممكن تمارين المقاومة. قولا واحدا. عندك في برضو اجهزة تانية، عشان خاطر برضو في بعض المتدربين ليهم اراء تانية. في واحد يجي يقول لك الايه اللي هو المشاية، واحد يجي يقول لك العجلة، واحد يجي يقول لك المقداف، واحد يجي يقول لك كل زي ما بيقولوا شيخ وليه طريقة. تمام؟ انا في التمارين اللي انا بعملها وبحطها هنا من في البلد اللي انا عايش فيها دي 90% بعمل تمارين المقاومة في الحرق اكتر. تمام؟ ليه؟ انا بحرق دهون وبشد جسمي كمان. فده رأيي الشخصي. تمارين المقاومة في المقام الأول، زائد بعد كده أي جهاز في الجيم عندك بيحرق دهون. تمام؟ بس هتلعب رياضة بس من غير نظام غذائي محسوب مش هتوصل لهدفك بسرعة. تمام؟ سؤال لذيذ 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 لذيذ. السؤال بيقول الرقص في البيت مع الدايت يعمل مفعول يشد الجسم ولا ملهوش لازمة؟ طيب، بما ان السؤال ده اكيد من الجنس الناعم، تمام؟ بصي، الرقص في البيت حط تحت في البيت، تمام؟ اي حركة بتعمليها بتنزل دهون. تمام؟ ارقصي ورقصي جوزك وانبسطوا وخلوا العملية فاني ولذيذة عادي. ايه المشكلة؟ ارقصي في البيت، ارقصي وكلي كويس وبلاش تروحي الجيم دلوقتي. هتخسي. تمام؟ عشان ده كله زي الايه؟ كارديو، فمفيش اي مشكلة. توكلي على الله وارقصي وما تقوليش هم يعني. تمام؟ في البيت. تمام؟ انت لو عندكم اسئله حطوها لي تحت في الكومنت، وانا ان شاء الله باذن الله تعالى في اقرب وقت هنعمل حلقه عشان خاطر الاستفاده تبقى للكل، الاستفاده تبقى ليك ولغيرك. وكمان شير الحلقه بحيث اللي ايه المعلومه او الاجابات بتاعت الاسئله دي توصل لاكبر عدد ممكن.